ستوك، لونتروبو والمغازان. شنو الفرق بيناتهم؟ هاد الكلمات واخا متقاربين في الاستعمال ديالهم، ولكن كل وحده عندها معنى ديالها خاص بها. اذا فهمناهم كل وحده بوحده غادي يزول لينا بزاف د الغموض في الاستعمال والفهم ديالهم. ستوك كيعني هو الكميه اولا العدد ديال المنتوجات اولا السلع اللي كتحتفظ بهم الشركه، ويقدروا يكونوا مواد اوليه ماتيير بروميير، يقدروا يكونوا برودوي فيني اولا برودوي اون كور دو فابريكاسيون اللي هما المواد في طور التصنيع، ويقدروا يكونوا لي برودوي فيني اللي هما المنتوجات النهائيه. مثال، عندي 200 رولو ديال الثوب كماتيير بروميير، يعني كماده اوليه مازال ما دار عليها حتى شي عمليه. 150 تيشيرت مازال ما كاملش، يعني مازال ما لاصقش فيه اللوغو اولا مازال ما كاملش في الخياطه، فهذا كيتسمى سيمي فيني اولا اون كور دو فابريكاسيون، يعني في طور التصنيع اولا طور الانتاج. و300 تيشيرت كامل يعني برودوي فيني، يعني صالح لللبس او للاستعمال. المغازان هو واحد المكان خاص بالتخزين ديال المنتوجات اولا السلع واحد المده مؤقته اولا على حسب الاحتياجات في الاستعمال ديال داك المواد. خصو يكون قريب، هو دائما كيكون قريب من المنطقه ديال التصنيع اولا مناطق البيع. مثال، مغازان ديال الشركات المصنعه دائما كيكون داخل حدا لي ماشين فين كيتصنعوا المنتوجات ديالهم، بحال المثال ديال الحوايج ملي كيتسالى ليهم الخيط اولا شي كولور ديال الثوب كيجيبوه من المغازان. المغازان ديال الشركات التجاريه اللي كتبيع حتى هي كيكون عندها الداخل باش ملي كيتسالى ليهم شي منتوج كيجيبوه، بحال مرجان، اسواق السلام، اتقداو والى اخره. كيكون عندهم داك الرفوف ديال البيع، يعني فين كيحطوا المنتوجات ديالهم بلي بياس قلالين، يعني ك10 البياسات في الماكسيموم. ملي كيتسالى شي منتوج كيجيبوه من المغازان ديالهم. لونتروبو هو واحد لانفراستركتور، يعني واحد البنيه تحتيه كبيره بزاف خاصه بلا ريسبسيون، ستوكاج وحتى البريباراسيون دو مارشانديز. كنقصدو بلا ريسبسيون باللي في هاد البنيه التحتيه كنقوموا بالاستيراد ديال السلع والاستلام ديالها، يعني في داك لانفراستركتور فين كنستقبلوا داك السلع. يعني ملي كتجي شي رومورك اولا شي كاميون، داك الكاميون اولا رومورك كتخوي في لونتروبو. كنقصدوا بلي رومورك كيكون فيها واحد الكونتيتي كبيره ديال لي باليت، فكنخويوهم في داك لونتروبو. هذه هي لا ريسبسيون. ستوكاج الا كانت داك السلع غتعطل باش تكونسوما، والبريباراسيون الا كنا غادي نبيعو اولا غادي نعاونو نوزعو داك المنتوجات اللي جبناهم اولا اللي كنا مستوكينهم عندنا في لونتروبو لمراكز واحد اخرين بحال المرجان. لونتروبو تبنات بواحد الطريقه اللي كتخلينا نستوكيو واحد الحجم كبير في واحد المده متغيره، تقدر تكون طويله متوسطه وحتى صغيره. لونتروبو ديما كيكون في مناطق خاصه حيث كيكون مبني على النوع ديال العمليات اللي غنقوموا بهم، بحال لي زونتروبو ريجيونال دو ديستريبيسيون ديال مرجان اولا ديكاتلون. كمثال، مدينه طنجة عندها اونتروبو كتوزع منه على افريقيا، بحكم ان لونتروبو كما قلنا هي انفراستركتور كتهز حجم كبير ديال السلع. فهاد لو طابلو اللي غنشوفو مميزات ديال كل واحد فيهم. كما كنشوفو في هاد لو طابلو عندنا في لا كولون الاولانيه لي كاركتيرستيك، من بينهم لا ديفينيسيون اللي هي التعريف، فونكسيون الوظيفه، لا طاي اللي هي الحجم، والاكسيسيبيليتي اللي هي امكانيه الوصول. وكنشوفو في اول سطر عندنا يعني لو ستوك، لو ماغازان دو ستوكاج او لونتروبو. غادي نشوفو التعريف ديال كل واحد فيهم. لو ستوك هو لا كونتيتي دو بيان ديتونو، يعني هي واحد لا كونتيتي، هي واحد لا كميه اولا واحد العدد ديال السلع. لو ماغازان دو ستوكاج هو واحد لو ليو دو ستوكاج كوميرسيال. قلنا ستوك هو الكميه والماغازان هو واحد البلاصه، واحد يعني كنقولوا واحد المكان ديال ستوكاج، يعني فيه كنقوموا بداك ستوكاج ديال داك لو ستوك اللي شرينا. ولونتروبو هو واحد لو باتيمون دو ستوكاج جينيرال، يعني واحد لو باتيمون يعني واحد لانفراستركتور، واحد البنيه تحتيه كبيره خاصه بالستوكاج بصفه عامه. في حين ان الستوكاج هنايا ديال الماغازان دو ستوكاج فهو كيهضر على ستوكاج كوميرسيال اي ستوكاج اندستريال. ثاني كاركتيرستيك هي لا فونكسيون. لا فونكسيون ديال ستوك هي لو ريزيرف ديال لو بيان، يعني كيخلي لنا كيوفر لنا المنتوجات داكشي اللي ستوكيناه.
لا فونكسيون دو ماغازان دو ستوكاج هو لو ستوكاج افون فونت او اوتيليزاسيون. دونك بحال كنقولوا كنخبعوا داك السلعه قبل ما نستعملوها اولا نبيعوها. و لونتروبو لا فونكسيون ديالو هو ستوكاج طومبورير او ديورابل، يعني كنستوكيو واحد المده مؤقته اولا واحد المده اللي كتكون طويله، ولكن بالضبط كنستوكيو واحد الكميه اللي هي كبيره. لا تاي دو ستوك، لا تاي دو ستوك بوتيتر بوتيت او غران تاي، يعني داك لو ستوك يقدر يكون عندنا واحد الكميه كبيره اولا واحد الكميه صغيره على حسب داكشي اللي غنستعملو حنايا. لا تاي دو ماغازان دو ستوكاج كيكون جينيرالمون ادابتي او بوزوان دان كوميرس، يعني هذاك ستوك ولا داك الماغازان اللي كيكون عندنا حنايا بالضبط داك الماغازان كيكون عندنا على حسب الحاجيات ديالنا. ما يمكنش مثلا انت عندك واحد البيع والشراء يعني اللي هو صغير وغدير ماغازان كبير، فداك الماغازان كيدار على حساب الحاجيات. يعني ما يمكنش انت غتستوكي شي حاجه صغيره في واحد البلاصه كبيره، اولا بحال كنقولوا حنا غادي تجيب طوموبيل وحده وغدير باركينغ ديال 100 طوموبيل باش تباركي طوموبيل وحده. يعني دائما كيمشي على حساب لا تاي. La taille de l'entrepôt se vend de grande taille pour stocker de grandes quantités، يعني كيكون بعد الساعات كيوصل لواحد واحد الحجم اللي هو كبير باش يستوعب لك داك الكميه الكبيره اللي غنستوكيو فيها. واخر كاركتيرستيك اللي هي اخر ميزه اللي هي لاكسيسيبيليتي، اللي هي امكانيه الوصول لداك ستوك. مثلا امكانيه الوصول لداك ستوك كيكون بوتيتر انترن او اكسترن ا لونتربريز، يعني يقدر مثلا داك ستوك نوصلوا له من داخل الشركه اولا من خارج الشركه. الا كانت ديك الشركه مثلا دايره ستوك في الانترنت كما كنشوفوا مع الناس ديال الاي كوميرس. بالنسبه لو ماغازان دو ستوكاج لاكسيسيبيليتي ليلو اولا الوصول ليلو كيكون سوفون اكسيسيبل او بيرسونيل دو لونتربريز، يعني كيكون فهمتي يعني خاص غير بالبيرسونيل بالناس اللي كتخدم في داك الشركه. وهكاك حتى لونتروبو كيكون سوفون اكسيسيبل او بيرسونيل دو لونتربريز اي او ترونسبورتور، يعني كيكون عندك قادر انك توصل لذاك لونتروبو الا الناس اللي كيكونوا خدامين في الشركه اولا لي ترونسبورتور الناس اللي كتوصل السلع. واخيرا الخلاصه اللي كيخصنا نفهمو من هذا الفيديو هذا كامل هو ان الستوك هو الكميه اولا العدد ديال السلع، يعني شي حاجه اللي كنقدروا نقيسوها، يعني كنقدروا نعبروها. يعني ستوك كنقولوا مثلا 100 كيلو 200 متر 3000 بياسه، يعني بهذه الطريقه هذه هو الكميه. الماغازان هو واحد البلاصه اولا واحد المكان اللي كنستعملوه باش نخبعوا داك السلع اولا ستوك، ولكن ماشي لواحد المده اللي هي طويله، وكنخزنوا فيه فقط داكشي اللي غنحتاجو ماشي كميه كبيره، وكيكون ديما قريب من المكان اللي كنصنعوا اولا كنبيعوا فيه. ولونتروبو اللي هي البنيه التحتيه كبر من الماغازان وكتكون على بعد كبير من مكان التصنيع اولا البيع، كنقوموا فيها بالتخزين والاستيراد والبريباراسيون ديال الكميات الكبيره ديال السلع.